الموبايل ده بيعمل حاجه عمري ما شفت اي موبايل اندرويد بيعملها. لو انت معاك ماك بوك وبتشتغل على حاجات كتير، بتفتح كذا حاجه في نفس الوقت، فانت وش هيبقى عندك شاشه او شاشتين زي كده. بس طبعا لو سافرت او نزلت تشتغل بره مش هتعرف تاخد معاك الشاشات دي لانها شيله وقرف. بس الموبايل ده يقدر يعمل كده بقى، يتحول لشاشه اكستنشن زياده كده لشاشه الماك بوك. وطبعا بما انه فولدبل فانت معاك مساحه نوعا ما كويسه. ولا مش مجرد بيعمل سكرين ميرورنج كده بس، لا ده بيحول الماك او اس نفسه لشاشه تاتش. انا مثلا بستخدمه في الفايندر، بفتح كده الملفات اللي انا عايز اسحبها كده على البريمير، ممكن تخليه الافكتس للتلوين، تفتح عليه جوجل كروم كده لو انت مثلا بتشغل حاجه في الخلفيه، عيش بقى براحتك. والفكره بقى ان كل ده وايرلس، يعني مفيش الشاشات ديت علشان تشتغل محتاجه وايرد وباور والكلام ده، ده كله وايرلس ومفيش لاج ملحوظ قوي، فيه بسيط جدا، وتقدر في اي وقت تسحب كده وتخرج على السيستم بتاع الموبايل وتقلب براحتك. وتعرف كمان تعمل العكس بقى، انك تعرض شاشه الموبايل على الماك بوك. لو عندك فايلات على الموبايل نفسه وعايز تسحبها، فيديوهات، صور، فتعرف تسحبها كده على طول تتحط على الماك بوك. والمفروض ان كمان بتشتغل مع ويندوز، انا ما جربتش لاني ما عنديش، بس هي على الماك مش طبيعيه الصراحه، فكره صايعه قوي، ما شفتش اي موبايل بيقدر يعمل كده. ده بقى مين بقى؟ ده الاونر ماجيك في 6، اجدد فولدبل من اونر. واو، انا عارف انك هتقول لي ما هو زي الايباد، الايباد برضو بيعمل كده، بيحول الشاشه للماك بوك بتبقى اكستنشن، ولكن انت نسيت ان ده يعني موبايل في الاول في الاخر، تاخده وتحطه في جيبك، تنيه كده نصين، احط فيه خطي وحاجاتي، مش تابلت. التعاون الغريب او الطريقه اللي هم عرفوا يعملوها يشبكوا مع الماك بوك ده مكمله كمان في الايفون. ومكمله بقى ايه؟ يعني اول حاجه دي ممكن كانت موجوده في شركات تانية، فكره انك تبعت الملفات او الصور كده زي الاير دروب، تبعت وتستلم بالطريقه البسيطه جدا ديت، ويبقى ابلكيشن سهل. الجديد بقى واللي مفيده قوي لناس معينه، فكر فيها بس كده، فكره الناس اللي دايما بتمشي بموبايلين، ده بيبقى للشغل، ده بيبقى للبيت، ده عليه اسامي معينه وواتساب معين، وده عليه واتساب معين. فلو انت ماسك دوت مش واخد بالك من اللي جالك على ده، لو انت مثلا عامله سايلنت او حاطه في جيبك، والعكس صحيح لو انت بتشتغل وفي طلبات البيت عمالين يندهولك انت مش واخد بالك. الفي 6 بقى يقدر يخلي ان اشعارات ومكالمات ورسائل الايفون توصل لك هنا، والعكس برضو صحيح، الاشعارات والمكالمات هنا توصل على الايفون. انا بجد شايفها ميزه خطيره، وبتجيلك طبعا بشكل نوتيفيكيشن عادي، يقول لك فروم ايفون، المكالمه مثلا ايميل ومحتويات كمان الايميل، ما تعرفش ترد منه، ولكن انت بتبقى عارف ايه اللي جالك، هل دي حاجه مهمه محتاج ان انا امسك الموبايل التاني، ولا مجرد بس كده نوتيفيكيشن من نون ولا امازون ولا الحاجات اللي مالهاش لازمه دي. والفكره بقى ان هم مكملين كمان في الابل واتش، يعني الفكره للي ما يعرفش، ابل واتش ما بتشتغلش مع اي موبايل تاني غير الايفون، مش هيجي لك عليه اي حاجه غير من الايفون. ولكن دلوقتي لو انت موصل الموبايل ده بالموبايل ده وجالك مسج على الاونر، فهتظهر لك هنا على الساعه، هي طبعا هتظهر على الايفون، فبالتالي هتتبعت على الساعه. فهي فكره عبقريه، مش فاهم ازاي اونر عرفت لو تخش كده جوه الايكو سيستم بتاع ابل ده، وهي الدنيا مقفله اصلا على بعضها، ففكره صعبه قوي، وخصوصا حته الماك بوك، ودي اللي فعلا حاسس ان هي ممكن تفيدني ان انا اعمل شاشه ثانيه، على اساس ان انا ناقصني شاشات يعني، بس اللي هو ايه لو خارج بره او كده. طيب ايه الجديد بقى في الموبايل نفسه بقى، الهاردوير، سيبك بقى من الحاجات السوفت وير دي. اول حاجه فكره المتانه والقوه قوي بتاعه الشاشه اللي بره دي، مش سكرين بروتكتور، يعني دي المفروض ان هي نفس الشاشه اللي موجوده على الموبايل ده، المفروض ان دي اقوى شاشه موجوده على اي فولدبل في العالم. عارف انت الموبايلات اللي كنا بنرميها وبتدوس عليها بالعربيه وعارف انت الجو ده، ما كانتش موجوده بقى في الموبايلات الفولدبل، بتبقى دايما في الموبايلات الفئه المتوسطه وكده، لان ديت هي ايه بتاعه الشقه من الاخر. فهنا حطوها في موبايل فولدبل، وبقى ان الخرابيش والترزيع والتكحيت وعمالين يشدوا بيها مش عارف طيار، المفروض ده كده ايه طبعا. انا بحاول اخرمها واكحت في نفس الوقت، فالخرابيش والترزيع والوقعات وكل الكلام دوت انت امان منه. وحاطين عليها طبقه اوليوفوبيك بتقلل قوي البصمات عن الموبايلات العاديه، موجوده ولكن قليل شويه. وبعدين لما يتحط عليها ميه، الميه ما بتلزقش فيها، بتتزحلق كده اهو، ودي مفيده قوي في المطره، مفيده برضو لو انت تحت الميه، لان الموبايل ده اول موبايل برضو فولدبل في العالم بيجي بمعيار IP69، اللي هو مش زي الموبايلات التانية ضد رذاذ الميه والطرطشه والمطر الخفيف، لا ده تمام معاك لحد عمق 1.5 متر لمده نص ساعه تحت. طبعا هو هينفع قوي مع سيم بتاع رجال الاعمال، والراجل عمال يخلص بقى مكالمات على البول ومعاه موبايلين، فمنطقي. وتاني حاجه بيستحمل درجه حراره لحد 85، فاللي هو برضه لو جاي منك في شقه هيستحمل. طبعا هتسال السؤال، طب الشاشه اللي جوه هل فيها نفس الكلام ده؟ لا طبعا، لان الشاشه ديت نوع تاني خالص، يعني دي شاشه فليكسبل بتتني وتتفرد، تبقى اضعف بمراحل ولازم تاخد بالك منها، وصعب قوي يوصلوا لحته المتانه بتاعت اللي بره ديت في الشاشات اللي جوه.
وبرضه منطقي لان الموبايل دايما هيبقى مقفول كده، او لو هو مثلا وقع من جيبك او كده وبتتكلم هيبقى مقفول، فدي لازم تبقى أقوى. اللي عملوه بقى في الشاشه اللي جوه ان هم قللوا البتاع الكريس او اللي هي الثانيه اللي في النص دي شويه، مش اقوى حاجه في السوق ولكن بقت احسن بكتير من الجيل اللي فات. الهنج بقى ديت نفسها بقت اقوى وفيها سوسته كده بتخلي الموبايل وهو بيقفل وبيفتح كده حاسه متين، بيبقى مدور كده لما يتقفل مش مربع قوي. واونر بتقول ان هو بيستحمل لحد 500,000 قفله وفتحه. معلش بقى تعالى لي علشان انا معصبني واحد كان في الفيديو اللي فات كان موبايل فولدبل تاني بقول ان هم بيقولوا ان هو بيستحمل لحد 1,000,000 قفله، فراح في واحد بقى محنك قوي قال لي 1,000,000 قفله دي مش رقم كبير خلي بالك. طيب فرحت انا ماسك بقى تعال نحسبها. فلنفترض يا سيدي ان انت بتفتح الموبايل وبتقفله 100 مره في اليوم، يعني ده رقم مبالغ فيه بس 100 ف100 في 365 اللي هو السنه في قول 20 سنه هيطلع لك 700,000 فتحه وقفله، لسه مش مكمله معاك لحد 1,000,000. ده انت لو قعدت كده 20 سنه والموبايل ده على كلام اونر يقعد معاك 14 سنه، الهنج يعني تستحمل لحد 14 سنه. فانا عارف ان ارقام مش منطقيه ومش معموله عشان تقول الموبايل هيبوظ مني كمان قد ايه. طبعا انت لو جايب الموبايل ده هتغيره كمان سنه سنتين، مش هتقعد 13 14 سنه، مش ده همك يعني. هي الفكره بس بيوريك قد ايه قدره تحمل الهنج ديت. والارقام دي برضو ممكن او مش ممكن، هي طبيعي معموله تحت اختبارات معينه وطرق فتح وقفل معينه، ماشينز بتفتحها كده بطريقه معينه. ولكن احنا بقى في الهربده ديت والوقعه والخبطات مش هتقعد معاك لحد 500,000. ده كمان 13 14 سنه الموبايلات دي مش هتبقى موجوده اصلا، يعني الموبايلات تبقى في دماغك بقى تتزرع ملبوسه. طب نهدى شويه. طبعا كل ده بقى وهو لسه ارفع موبايل فولدبل في العالم، خصوصا النسخه البيضاء. النسخه الحمراء والجولد اللي معايا دي اكبر بملي او اتخن بملي، وستيل خفيف جدا، خف من ال17 برو ماكس معرفش ازاي. وبرده بالرغم من الرفع والخفه ديت في اكبر بطاريه موجوده في اي موبايل فولدبل 6660، وجايب شاحن موجود في العلبه 80 واط، يعني يشحن لك 100% في اقل من ساعه، ووايرلس 66 واط. وادائها بقى لاني مجربه بقالي فتره وجربته كتير في حته الماك بوك، ومعظم الوقت على الشاشتين مش على الشاشه الواحده، لا مكمله معاك اليوم مستريح. فبطاريه سيليكون ممتازه. وبالكلام بقى على اللي بيجي في العلبه، بيجي معاه برده الكفر ده شياكه، لونه كده او ملمسه جلد كده شويه يحمي الظهر. جامد. وفي الحته ديت اللي هي ايه لما تعملها كده تسيب الموبايل. نخش بقى على حاجات الاي اي. لازم اونر في كل موبايل جديد فيه حاجات اي اي. المره دي بقى ما جربتهاش قوي لانها ليها علاقه بالميتنجز، وانا ما بخشش ميتنجز كتير مع ناس او محاضرات او كده. هي المفروض ان هي اي اي ميتنج ايجنت. الايجنت او المساعد ده بقى بيبقى شغال معاك خطوه بخطوه، بيلخص لك كل اللي بيتقال، بيكتبه لك، بيعمل لك في نقط. فاظن ميزه مفيده للتلخيص، وبرده لرجال الاعمال شغل عالي ده. وطبعا زميلك اللي انت معتمد عليه كل حاجه في الاي اي جيميناي، عاملين طريقه فتح جامده قوي ليه. يعني انت لو انت فاتح اي حاجه بتتفرج على فيديو مثلا، فانت في حاجه ظهرت في الفيديو عايز تسال عليها جيميناي، فلو عملت كده بسرعه هيروح فاتح لك جيميناي على الجنب كده. فعجبتني سرعه فتح او اسال الاي اي على طول جامده. وطبعا حاجات تانية بقى كتير في الصور والمسح والتعديل وكده، دي موجوده في موبايلات كتير واتكلمنا عنها. كل ده بقى شغال بايه؟ طبعا هيحط لك اقوى معالج في العالم، سناب دراجون 8 اليت جين 5، 16 جيجا رام، مساحه 512، واجهه ماجيك او اس اللي مش ناقصها حاجه حرفيا. ودلوقتي عجبني بقى ان هم ضافوا التاسك بار، ما كانش موجود في الفي 5، فدوت ان هو دايما تحت كده اسهل قوي في التنقل. وعلى الشمال فكره الكويك لاي اوت لو انت عايز تفتح ابلكيشنين مع بعض او 3 مع بعض. الشاشات نفسها يعني لما اتكلمنا عنها كنا عمالين نتكلم عن القوه وكده، ولكن كارقام طبعا ارقام فلاج شيب اعلى سطوع سواء بره او جوه. بس هي زي ما قلت لك الجديد فكره ان الشاشه اللي بره ديت قويه قوي. الكاميرات كعاده الفولدبلز بحس ان هي قاعده كده، مش بيحط لك اقوى كاميرات. حتى التسريبات بتاعت الايفون فولد باين ان هم شايلين الكاميرا التليفوتو، لازم يشيلوا حاجه للموبايلات الفلاج شيب بقى التانية. هي حلوه وحلوه جدا، ولكن بالسعر ده لا طبعا، دي مش احسن كاميرات تقدر تشتريها بالسعر ده خالص. فهوفر عليكم مش هنحرق فيها وقت. وبعدين انت رجل اعمال بقى، عمال اقول لك ميتنج وكلمات على البول وموبايلين وانت تيجي تقول لي تصوير وحبط يعني. فاخر سؤال بقى، الموبايل دوت لمين ومعمول لمين؟ انا حاسس الموبايل ده جاي يقول لك انا مش هستبدل موبايلك الاساسي. هو مركز على الناس اللي اوريدي معاه موبايل تاني اساسي وعايزين موبايل مش هقول ثانوي، مش اللي هو بتجيبه مكالمات واتساب وحمال اساسي، لا شغل بجد. وبعدين دخل في حته صايعه كده بتاعه الناس اللي اوريدي موبايلهم الاساسي ايفون ومعاهم ماك بوك وابل واتش والكلام ده. فلو انت مش عايز تحس ان انت رحت سيستم تاني خالص، لا يا باشا، يقول لك انا معاك وهبعت لك كل النوتيفيكيشن بتاعتك وهتبعت صورك بسهوله وهتعرف تكونكت وتربط. طبعا نخش على السعر.
$7000. $7000 مكتوب لك هنا بالدولار وبالمصري، مش عارف احسبها. خلينا واقعيين، الفولدبلز غالي، في كميه تكنولوجي هنا غالي، بس بيجي معاها هدايا الاونر واتش 5 الترا وضمان على الشاشه. انا ما اعرفش ايه ضمان على الشاشه بعد كل اللي هم عاملينه ده. الضمان كمان شغال في بلاد كتير، مش البلد بس اللي انت اشتريتها منه. انت راجل انترناشونال بقى. وبس كده يا سيدي، اعمل لايك على الفيديو وقول لي رايك في الفي 6. واظن ان ده اخر فولدبل هنشوفه بالشكل المطول ده. انا على الغيط عدل. وبس كده، متنساش تشترك قبل ما تقفل، وسلام.